السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي وأخواتي في دمياط، بجد ترحب بيكم، بتمنى لكم دوام الصحة والعافية. متحمس جدا النهاردة، مش عارف ليه فرحان كده، لكن هجرب معاكم النهاردة مكنة الفشار المنزلية وهنفتحها مع بعض كده ونشوف مكوناتها عاملة ازاي. مبدئيا كده هي فيها الكتالوج ده مالناش دعوة بيه، لأن احنا مصريين ما بنهتمش بالكتالوجات، احنا نجرب نبوظ نرمي، احنا مالناش دعوة بالكتالوجات. وهنا بنفتح بقى المكنة بتاعتنا. بالنسبه بقى للمشترك اللي على اليمين اللي متلزق مليون الف حته، ده ما حدش له دعوه بيه، مش هيفيدنا في تجربتنا. تعال نشوف مكونات المكنه اللي معانا، وده الغطا بتاعها وينفع نحط فيه الفشار بعد ما ينتهي، وده مش عارف بتاع ايه، والتاني ده معيار. تعال نشوف كده شكلها من جوه عامل ازاي. نظيفه جدا يا جماعه، وشكلها قوي جدا 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 الصراحه. والمعيار ده تقريبا هو الحد الاقصى للفشار. تمام، تعالوا بقى نجرب كده صوتها مع بعض. مبدئيا كده انا مش واثق في المشترك ده، ربنا يستر وما يفرقعش في وشي. نسمي الله كده ونبدا نجرب صوتها. بالنسبه لصوتها يا جماعه، هو صوتها مش عالي قوي غير ما كنت متوقع، كنت متوقع ان هو يبقى اعلى من كده. هنجيب بقى الفشار، انا جايب ب5 جنيه فشار يا جماعه، انا مكلف النهارده وصارف، بس هنحط كميه صغيره يعني مش هنحط المعيار كامل، لان الهدف من التجربه دي ان هو نشوف طعم الفشار، هل هيطلع مجلد، هل هيتحرق في الاخر، عشان هدفي الوحيد ان انا اقدم منتج فشار طعمه حلو قوي من غير ولا نقطه زيت، عشان يكون صحي لاطفالنا وصحي لينا، صحي للناس اللي عايزه تعمل رجيم، لان زي ما احنا عارفين ان الفشار قيمه غذائيه عاليه جدا جدا، مفيد للشعر، للبشره، للاطفال، للكبار، للحوامل، مفيد جدا جدا جدا. هنا بدات احس بحراره طالعه من المكنه، لكن المشكله اللي واجهتني ان انا مش عارف محتاج اقعد قد ايه عشان يطلع لي فشار، يعني هل دقيقه؟ وده شكلها من جوه اهي. فضلت مستني، مش عارف بقى هي هتطول ولا مش هتطول، لكن بدات كده اهي تندع، يعني بدات واحده كده تطلع اتنين، لكن هي متوسط دقيقتين من 3 دقايق، وهتلاقوا الفشار بدأ يطلع كده من كل حتة. وهنستنى كده لحد ما الفشار يكتمل كده وما عادش تسمع طقطقه، وتقوم قافل عليها بقى على طول. السؤال بقى اللي كان بيطرح نفسه هنا، هل اغطي البتاع عشان البتاع ما يفضلش يفرقع كده، ولا اسيبها؟ انا بصراحه كنت محتار، لكن انا فضلت ان انا اسيبها لحد كده ما تكتمل. وبعدين بقى طلعت الفشار وبدات استمتع بالطعم. في الحقيقه يا جماعه الفشار ريحته تحفه وطعمه تحفه، انا كنت مفكر ان الفشار هيبقى مجلد كده، كنت متوقع انه يبقى مجلد، لكن تحفه. وهنا حبيت احط التاتش بتاعي وحطيت شيتوس كده اهو، وقلبت بالفشار. انا مش عايزكم تعملوا كده، لان احنا عايزين حاجه صحيه، ممكن تاكلوا من غير ملح خالص، لكن انا استمتعت بيه كده، شكله تحفه وطعمه تحفه. لو حبيتوها احجزوها مني في الكومنتات، وانا اروح اجيبها لكم باقل سعر ليها في مصر. وتصبحوا على خير.